الحيلة رقم 6 جاب خل مع بيكربونات الصوديوم، ودي بيستخدمها لفواصل السيراميك لما بتكون متسخة بالشكل ده. الحيلة رقم 7 جاب خل مع شوية كحول بننضف بيها البقع بتاعة التلاجة اللي بتضايقنا. للحيلة رقم 8 جاب أوراق من الشاي مع شوية خل وشوية مية، ودي بتضيع لنا أي ريحة كريهة من التلاجة. أما الحيلة رقم 9 فلما تحبي تنضفي الصرف بتاع الحوض، حط بيكربونات صوديوم وسائل غسيل وخل، وبعد كده دلق عليها مية سخنة بتسلك أي حاجات في الصرف. أما الحيلة رقم 10 لما يبقى عندك كوبايات متوسخة بالشكل دوت، ودي بتجيبي بيكربونات صوديوم مع شوية خل، تمام، وتسيبيها شوية كده وترجيها وبعدين تشطفيها بالمية ترجع فلة. طيب حيلة رقم 11 ديت لو عندي زي ما انت شايفة هنا البوتاجاز مليان دهون ومتوسخ، عملت ايه؟ جابت سائل غسيل مع بيكربونات صوديوم، هنسيبها 10 دقايق الدهون هتختفي. الحيلة رقم 12 دي بقى لو انا عندي الحوض مسدود بالشكل ده، هنجيب ايه؟ هنجيب بيكربونات صوديوم مع شوية خل، وخدي بالك من التركة دي علشان مهمة. حط بيكربونات صوديوم وعليها شوية خل، ولازم أثناء التفاعل ما تستنيش عليها شوية، وهو بيتفاعل بسرعة تروحي حطاها في فتحة الحوض، هتلاقي الحوض بصراحة سلك، ودي أنا عن نفسي جربتها فعلا. الحيلة اللي بعدها رقم 13 لو انت في غيرة في صوابعك لازق جامد ولا يهمك، حبة ملح وحطي عليها حبة خل، افركي صبعك بالراحة خالص كده اهو هتلاقيها اتفكت تماما. الحيلة رقم 14 لو انت عندك طاسة بالشكل ده او حلة متسخة وفيها دهون صعبة بالشكل ده، هنجيب شوية ملح وبعد كده عليها بيكربونات الصوديوم، وبعدين هتحط عليها سائل الغسيل وتروح حط عليها مناديل ورق، طبعا توزعها وتحط عليها مناديل ورق، وتجيب الخل وترشه عليها وتسيبها 20 دقيقة، وبعد كده تمسحها بترجع فلة. بصراحة فكرة رائعة بدل الهبد اللي كنا بنعمله. هنا الفكرة رقم 15 عندك الغسالة